السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل أحلى أكلة شعبية كده كلنا بنحبها. أول حاجة عندي كده القرنبيط، أنا سلقته بمية وملح ومعلقة سكر ومعلقة لبن، وبعد كده معايا كوباية ونص دقيق، ومعايا كمان معلقة كبيرة هناخدها النشا والبيكنج باودر، ومعايا التوابل بقى الكاري عشان اللون الحلو، ومعلقة شطة، كزبرة، كمون، ملح، فلفل، توابل اللي انت حباها. وهنعمله ببيضاية واحدة، مش أكتر من كده. تعالوا بقى كده نجيب بولة ونحط فيها المكونات بتاعتنا كلها. هنجيب كده اول حاجة كوبايتين الدقيق. الخلطة دي هتعجبكم جدا، ولا هتلاقيها خفيفة ولا تقيلة، وهتمسك في القرنبيط بشكل جميل قوي، وهتخليه مقرمش. بعد كده هنزل بقى بالتوابل بعد ما نزلت الدقيق كله، وهنحط البيكنج باودر والنشا. هنحط معلقتين كبار عشان تدينا القرمشة الجميلة اللي بتاعت القرنبيط، احنا بنحبها. وكمان معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر. تمام كده. ولازم نقلب كده المكونات دي كلها علشان التوابل كلها تخش ببعضها. انتي حابة تحطي بقى اي مكونات تانية من التوابل، توم باودر، بصل باودر، اللي انتي عايزاه، بس احنا هنحط توم فريش يعني. تمام. بعد ما قلبت بقى كله كده، بحضر معايا كمان كوباية من المية حسب القوام اللي انتي عايزاه. قبل ما كل ده هجيب بقى كده طبق تاني، واشيل معلقتين من الدقيق اللي احنا عملناه، علشان احنا هناخد الكفر الاخير بتاع القرنبيطة، هناخده بمعلقتين الدقيق دول. تمام كده. شيلي بقى كده معلقتين، وبعد كده ايه، نجيب المية مع البيضة بقى ونعمل العجينة نفسها. هنزل بمعلقة توم كبيرة، وبعد كده نكون محضرين المية. والبيضة معايا واحدة بس، والله انا عملتها يعني طلعت احلى كمان من ان انتي تحطي كذا بيضة. احنا ما كناش بناكله خالص بسبب البيض، فعملته ببيضة واحدة هي اللي كانت موجودة عندي. فبصراحة طلع جميل جدا، وكلنا كلنا منه طعم خطير. بعد كده بقى هنكون محضرين المية، وننزل شوية شوية، وبعد كده نحط بقى البيضة الأول بالشكل ده، ومعاها المية على طول نكون مجهزينها. وما تضربيش بمعلقة، بص المضرب دوت هيخلي لك العجينة على طول متجانسة بالشكل ده جميل جدا. حطي المية واحدة واحدة وتقلبيها. وما تنسوش كمان الخضرة احنا مجهزينها، هنحطها بعد ما نخلص القوام كله اللي احنا عايزينه بالشكل ده، ولا منه تقيل ولا منه خفيف، قوام الكيكة كده في المعقول. تمام كده. هو كده حلو قوي. خلاص خد مني الكوباية كلها. ونقلب كويس كده علشان احنا اللي بننضف، مش هنبهدل الدنيا. تمام. بعد كده القوام كده حلو. هحط بقى معلقة الخضرة عشان تديها شكل جميل قوي. اساس القرنبيط الخضرة بتاعته بتبقى شبت وكزبرة وبقدونس. الشبت بيديله ريحة حلوة قوي مع القرنبيط. حابة تكتري الخضرة ممكن تكتريها. بعد ما خلصناها كده نسيبها ترتاح شوية، وبعد كده بصوا تقلت ازاي. يعني حسيتوا ان هي خفيفة لا في الاول؟ لا. بعد كده بقى نعمل الخليط كده، وبعد كده تقلبي على الدقيق نفسه، هتديله الكفر الخارجي، وهيبقى حلو قوي. انا حبيت اعملها بالراحة كده بايديا عشان خاطر ما تتهريش اكتر. بالشكل ده واحدة واحدة.
واكله شعبيه كده جميله ومش مكلفه خالص. يعني القرنبيطه قعدت معايا كتير، يعني انا شلت جزء منها في الفريزر، خليت شويه بس بسيط ان انا اعملهم شويه دول، وبعد كده شلت الباقي في الفريزر، لان كانت كبيره جدا واحنا مش بناكله قوي. فهي بترمي معاكي كتير، يعني ان انت لو جبتي وعيله هتبقى اكله حلوه جدا كده ومشبعه للعيله كلها. انا هحاول كده اخلصهم كلهم، وبعد كده نروح نشوف هنقليهم ازاي. وانا كمان فاض مني جزء شويه، حبيت ان انا افرمهم وهحط عليهم من الخليط ده ونعملهم اقراص. هتشوفوا كده. انا هنا بقى اللي احنا عملناه سليم بالشكل ده، واحدة واحدة وبالراحة، وما تقلبهوش خالص الا لما ياخد اول كفر كده من تحت. وانا زي ما قلت لكم الجزء تاني عملته مفروم، فرمته في الكبة وحطيت عليه من الخليط اللي احنا عملناه بتاع القرنبيط، وكان طعمه جميل جدا. وهعمله لكم هتشوفوه. بصوا انا قليته ما طلعتوش خالص الا لما خد لون من تحت، وبعد كده تبتدي تقلبي علشان الخليط ما يتبهدلش منك. بصوا العجينة نفسها ادت من فوق ومن تحت. يعني في عجينة كنت بعملها زمان فبلاقيها بتريح كده معانا في الزيت وبتدي طبقة واحدة من تحت وما بتبقاش موجودة خالص فوق. بصوا من قدام ومن ورا، يعني بصوا القرنبيطة كلها واخدة الخليط كله ومقرمش جدا وطعمه حلو قوي. والله يا جماعة لو عملتوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا. انا كده بعد ما خلصت بقى الجزء ده نضفت الزيت بالمصفى عشان يبقى معاكي نضيف. والخليط اللي انا عملته ده بقى اللي انا قلت لكم عليه، بصوا كأنك بتقلي طعمية بالظبط. حابة تقلبي المعلقة بس كانت العجينة تقيلة شوية، ما حبيتش ان انا اعملها بالمعلقة، عملتها بايديا بالشكل دوت. كانت مظبوطة معايا. وبصوا ما تقلبيهاش برضو الا لما تاخد طبقة. بصوا شكلها حلو قوي، يعني الولاد كلوا دوت قبل ما ياكلوا السليمة. بصراحة يا جماعة انا ابتديت كمان اعمله بالاقراص دي حلوة قوي. الاولاد لو مش بيحبوا القرنبيط هيحبوه خالص والله بالطريقة دي. اللهم صل وسلم وعلى بارك عليك يا سيدنا محمد. بص ما شاء الله عمل معايا كمية حلوة قوي. بصوا يعني ما شاء الله عليها، وجبة جميلة جدا ومقرمشة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وما طولتش عليكم وانا بقول لكم كده انا عامله ممكن تحط كمان المخللات الجميله اللي احنا عملناها مع بعض ده، جزر ولفت وليمون مخلل. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون خفيفة على قلوبكم. وما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، ومع ألف سلامة.